عاملين ايه؟ كلامنا النهارده هيكون عن الشيب المبكر. ظهور شعر ابيض في سن صغيره مش بس بيكون بسبب الوراثه، احيانا بيكون في عوامل تانية بتسرع من ظهور الشيب المبكر. من العوامل دي ان يكون في نقص في العناصر الغذائيه الاساسيه، زي مثلا فيتامين بي 12، زي الزنك، زي النحاس. العوامل دي كلها بتساعد في انتاج صبغه الميلانين، ودي الصبغه اللي بتدي الشعر لونه الطبيعي. كمان لو في خلل في الغده الدرقيه، سواء كان نقص او فرط نشاط، دي حاجات ممكن تؤدي الى تغير في لون الشعرايه. الإجهاد المزمن والتوتر النفسي برضو ممكن يكون له دور، لأنه بيأثر على الخلايا الجذعية المسؤولة عن لون الشعر. مش بس كده، بعض العادات الغلط، يعني زي مثلا السهر، قلة النوم، التدخين، نظام غذائي غير صحي بيفتقر للعناصر الأساسية، دي كلها حاجات ممكن يبقى لها دور في ظهور الشعر الأبيض. العلاج هنا بيعتمد على السبب، يعني ممكن الطبيب يطلب منك بعض التحاليل المهمة لتقييم الحالة، وإذا كان في نقص في عنصر معين يبقى لازم نصلح النقص. بالإضافة لده بيكون في علاجات بتدعم صبغة الشعر وتبطئ من ظهور الشعر الأبيض. بس خلي بالك هنا العلاج مش دوره خالص إنه يرجع الشعر الأبيض إلى لونه الطبيعي. العلاج هنا دوره إنه يبطئ الانتشار ويحافظ على الشعر الموجود. تابعينا علشان تعرفي كل جديد. دمتن جميلات.